السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل بيض اسكتلندي أو كرات البيض الملفوفة باللحمة. وصفات زمان سهلة وبسيطة وسريعة وحلوة جدا. ممكن تعمليها رول كبير بدل كرات البيض. معايا هنا كيلو لحمة مفرومة، واخدة اللحمة وشين فرم علشان تكون ناعمة معايا وتلم معايا بسرعة ما تبقاش تفك مني. ومعايا بيضة علشان احطها على اللحمة. معايا كوباية دقيق، كوباية بقسماط، 7 بيضات مسلوقة، المسلوقة 10 دقايق بس. معايا ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة، ورق لوري وحبايين مطحونين، معلقة بابريكا ومعلقة توم باودر، بصلة متوسطة مفرومة. معايا للكفر 2 بيضة وشوية لبن، معلقتين بقسماط علشان هحطهم على اللحمة. هي والبضاية واحدة بس اللي موجودة، لكن البيضتين دول علشان الكفر مع الدقيق والبقسماط. دلوقتي هحط على اللحمة البيضة والبقسماط اللي هما المعلقتين، وكمان البصلة بميتها عادي مش مشكلة. خدي بالك ان انا حاطه معلقتين من البقسماط فهيمتص معايا اي ميه، وبنزل ببضايه وبنزل بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها وهقلبها كويس جدا. وزي ما قلت لك اللحمه المفرومه واخده وشين على المكنه علشان ما تفكش مني. اللحمه لازم تكون مدعوكه كويس جدا، واللحم يكون مفتت منها، يعني اللحمه تلاقيها مفتله كده فيها زي فتل. فكده اللحمه لما تيجي تكوريها هتتكور معاكي بسرعه. زي ما هوريكي كده، بصي زي ما يكون مفتله كده فيها زي فتل، فهي كده مدعوكه كويس. وان انت بتاخديها كمان فرمين في المكنه وشين يعني، او تضربيها في الكبه كويس جدا قبل ما تشتغلي بيها علشان هتديكي نتيجة حلوة جدا. وانتي بتحطيها في البيضة. وبعدين في ناس يقولولك حطي البيضة في دقيق، براحتك خالص، مش فارقة على فكرة كتير، بس اهم حاجة تحوطي البضاية باللحمة كويس جدا، علشان اللحمة دي بالبيض وبالبقسماط، واحنا عارفين اي لحمة بالبيض والبقسماط بتكش شوية. فهفرد بالكيس بتديني نتيجة سهلة وسريعة جدا. وزي ما انتوا شايفين انا عايزة سمكها لا تخين خالص ولا رفيع خالص علشان تستوي معايا على النار كويس جدا. وزي ما قلتلك ما تقلليش في اللحمة علشان لما تيجي تقليها ما تكشش منك كرات اللحمة. وزي ما قلتلك ممكن تعمليها رول كبير. وبعدين احنا زمان كمان ما كناش بنحط بيض بس، كمان كنا بنحط معاه بسلة وجزر، وكان بيبقى طعمها حلو جدا. زي ما انت شايفة البيض بيتسلق 10 دقايق بس، ما تكتريش عن كده عشان هيكمل سواه كمان جوه اللحمة علشان البيضة ما تتهرش منك. وزي ما قلتلك حوطي حواليها باللحمة كويس جدا، وما تحاوليش تقللي في اللحمة قوي. وحكاية الكيس ان انت تفردي عليها اللحمة بتسهل بسرعة، غير لما تقعدي تبططيها بايدك. وزي ما وريتك السمك بتاعها لا تخين ولا رفيع. وخلصت الكمية بتاعتي كلها. انت عايزة تعملي نص كيلو، ربع كيلو، ان شاء الله وحدتين، بس جربيه هتعجبك قوي. وانا اللحمة اللي فاضت مني علشان انا خلصت ال7 بيضات اللي بتاعتي اللي انا كنت عاملاها، هعمل بيهم بسلة، هحشيها بسلة وطعمها بيكون حلو جدا. دلوقتي جبت كوباية البقسماط وكوباية الدقيق والبيضتين وحطيت عليهم شوية لبن علشان البيض يفك معايا شوية. وده هيكون الكفر لكرات البيض الملفوفة باللحمة المفرومة. وزي ما قلتلك طعمها حلو قوي. وقلتلك اللحمة الباقية هبتدي اعمل فيها بسلة وجزر، بس انا هعمل ده الاول. زي ما انتوا شايفين بحطها في الدقيق، وبعد الدقيق البيض، وبعد البيض بحطها في البقسماط. ولازم تشال في التلاجة حوالي نص ساعة علشان تمسك معايا كويس وما تفكش مني وانا بحمرها. يعني دي اضمن طريقة، يعني ما تحمرهاش على طول، لازم تكوني ضامنة ان هي ما تفكش منك. فحطيها في الفريزر زي ما قلتلك نص ساعة علشان تتحمر معاكي حلو. وقلتلك ما تستخسريش في اللحمة، ولفي لحمة حلوة حوالين البيضة. وزي ما انت شايفة انا هخلص الكمية بتاعتي، وبعد كده هبتدي اعمل بقية اللحمة اللي انا سبتها. هتعمل لي كورتين من البسلة والجزر، هعملها بطريقة كأنها الكوبيبة. وزي ما انتوا شايفين هشيل دي الاول في الفريزر، وهبتدي اعمل بقية اللحمة اللي فاضت مني اللي انا قلتلك هحشيها بسلة. وخدي بالك البسلة هنا معايا انا سلقتها سلقة حوالي 20 دقيقة. وزي ما انت شايفة انا هحاول اعملها زي الكوبيبة كده علشان اعرف احشي البسلة. وزي ما انتوا شايفين البسلة بعد ما بتتسلق بملحها بشوية ملح وفلفل اسود. وهحط الكمية اللي قد اللحمة وما تكتريش قوي وما تكربسيهاش. هي تاخد الكمية اللي هي عايزاها من الجزر والبسلة حوالي معلقة او معلقة ونص، وهبتدي الفها زي الكوبيبة بالظبط، وهتطلع معايا احلى ملفوف بالبسلة. برضو بحطها في الدقيق، ومن الدقيق للبيض، ومن البيض للبقسماط عشان ليها كفر هي كمان. يعني بدل ما حشيها بيض حشيها بسلة. وزي ما قلت لك احنا زمان كنا بنحشي البسلة مع البيض في رول كبير برضو، كنا بنعمله بالكيس كده ونبططه علشان نعرف نلف الرول.
انتوا شايفين بقية اللحمة طلعت معايا كورتين من البسلة والجزر الملفوف، وهحطها برضو في الفريزر حوالي برضو نص ساعة علشان تتمسك معايا واعرف اقليها كويس. دلوقتي قعدت نص ساعة في الفريزر، ودلوقتي انا علشان احمرها انا مش بحمرها بزيت بس، لا بنحمرها زي ما بنحمر الكفتة، ونحط برضو زيت على سمنة علشان تطعم لي الكرات وتخلي طعمها حلو. يعني ما تكتفيش بالزيت بس، لا طعميها كمان بالسمنة وهتديكي طعم حلو جدا، كأنك بتحمري بفتيك، بتحمري الكفتة العادية اللي هي بالبيض وبالبقسماط. لازم برضو نحط سمنة علشان تطعم لي كرات البيض باللحمة الملفوفة، وحلوة جدا. النار طبعا متوسطة معايا علشان تسوي لي اللحمة كويس جدا، وما تحاوليش تقلبي فيها غير لما تبتدي تحمر. اقلبها على الناحية التانية وتطلعيها في مصفى بعد كده، يا اما على مناديل، وهتطلع معاكي احلى كرات البيض الملفوفة باللحمة من وصفات زمان. دي يا جماعة مش ترند ولا دلوقتي لسه مطلعينها، لا احنا طول عمرنا بنعملها زي ما انت شايفة، بس الفرق ان احنا كنا بنعملها رول كبير علشان كنا نحط فيها البسلة مع البيض المسلوق، وكنا نقطعها طرنشات زي ما انت شايفة. ودلوقتي طلعوها كرات من البيض، كنا ساعات نعملها كده بس اكتر كنا بنعملها الرول. جربي الطريقة دي وجربي طعمها حلو جدا. واحلى كرات البيض الاسكتلندي كرات البيض الملفوف باللحمة المفرومة، حلوة جدا وهتعجبك، جربيها. وتنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتستنوني في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.